بتكون بتتأذي على اللي بيتشاف منك وبتتأذي على اللي بيتسمع منك، فده معناه ان انت مطلوب ان انت تسكت تماما، ادي وضع السايلنت تماما. فيديو النهاردة عن القرب المؤذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هيكون الفيديو رقم 3 من السلسلة بتاعت انواع القرب. هو كده اخر فيديو. انا متشكرة جدا على الدعم بتاعكم اللي جه على الفيديو اللي فات، وبصراحة انا ما كنتش متخيلة على الاطلاق ان الشورتس هتنتشر بالشكل ده، فبجد شكرا. فرحانة قوي بصراحة، ومتفائلة خير جدا في الفيديوز اللي جاية whatever. يعني انا طالعة بعبر عن حاجة جوايا، it's okay يعني. فيلا بقى نبدأ علشان نبدأ في الفيديو نفسه. قلنا ان في مرة انت هتكون مقرب فيها من حد هيشفيك وهترتاح جدا، وفي حد انت هتكون قريب منه بس حاسس ان انت بعيد او هو بعيد. وفي القرب البعيد قلنا ان انت بتبقى حاسس ان انت مش متشاف ومش مسموع. انما النهارده بقى هنتكلم عن نوع انت فيه بتكون بتتأذي على اللي بيتشاف منك وبتتأذي على اللي بيتسمع منك، فده معناه ان انت مطلوب ان انت تسكت تماما، ادي وضع السايلنت تماما. القرب المؤذي معروف عند يعني كترند بمفهوم التوكسيك ريليشن شيب، ولكن مفهوم علاقة سامة او توكسيك ريليشن شيب هو حاجة سطحية قوي للي الانسان فعلا بيحس بيه. يعني انت لو جيت قلت لي انت في علاقة سامة، اوه ماي جاد، يعني انت بجد انت انقذت العالم. اكيد مش هي دوت الوصف الحقيقي ان انت تكون في حاجة او في علاقة مع حد بيأذيك وقريب منك وبيأذيك. القرب المؤذي هو الشخص بيكون طالب منك ان انت نشوف بقى، يعني انت هتشوف كل حاجة بقى ونعمل عكسها. يعني انت قريب من دي هتبعد عنها، طب انت بعيد عن دي هتقرب منها، طب تكره دي فيلا حبها، بتحب دي فيلا اكرهها. يبتدي ان هو يعمل تغييرات في كل حاجة. مفيش منطقة، مفيش ارض وسط، مفيش ارض محايدة، بيقولوا عليها ارض محايدة ولا ارض هادية whatever، انتوا فاهمين قصدي، اللي هي مفيش حاجة في النص. مفيش حاجة في النص، هو يا ابيض يا اسود، يا يمين يا شمال. والمفروض ان حضرتك انسان في قمة الذكاء والعبقرية، فانت المفروض هتقعد هتتوقع هو عايز ايه. حضرتك المفروض هتقعد كده مع نفسك كده تأمل علشان تعرف هو عايز ابيض ولا عايز اسود. حضرتك بقى هتروح سكة اللي بيروح ما بيرجعش. لو ما عرفتش هو كان عايز ابيض ولا كان عايز اسود. وعايزين حضرتك بقى كده ايه، يعني تتأتى لك الجرأة ان انت تسأله انت عايز ابيض ولا اسود. انت تروح سكة اللي بيروح 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 ما بيرجعش. طبعا انت دلوقتي في علاقة من حد مؤذيه، هو الحد طبعا ده قريب منك جدا، يعني هو عارف حاجات كتير قوي عنك. انت بالظبط كأنك ماسك سكينة، ماسكها من عند السن كده، من عند الشفرة جامد جدا، وايدك عمالة بتنزل في دم، ايدك عمالة وايدك بقى وجعاك، وحاجة جواك بتقولك ان ديت مش سكينة، ديت البتادين لجروحك. الله 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 على العبقرية النفسية. حاجة جواك بتقولك ان انت مع الشخص المناسب اللي هيساعدك ان انت تشفي الآلام الداخلية. وفي الحقيقة انت حضرتك مع اكتر شخص متفنن ومحترف في ايذائك. ليه؟ لان هو عارف كل حاجة عنك. مش دي المشكلة ان هو عارف كل حاجة عنك، المشكلة ان هو شخص ما يستاهلش ان هو يعرف كل حاجة عنك، هي دي الفكرة. بتحس في العلاقة دي كأنك طول الوقت بتعمل لك غسيل مخ، او كأن المفروض ان انت تغير كل حاجة، كأنك اللي هو يقولك ايه، لا 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 لا, لا انت تنسى بقى كل ده خالص، ويبتدي بقى يغيرك بقى شيئا فشيئا، بقى حاجة في حاجة، حاجة في حاجة، حاجة في حاجة، لحد ما الوقت تبتدي تحس اللي هو انا مين، انا ما بقيتش حاسس ان انا كنت داخل يعني انا دلوقتي في الريليشن دي انا مش بنفس الهوية، بنفس الايدنتيتي اللي انا كنت داخل بيها. يعني انا دلوقتي انسان مختلف تماما، علاقاتي مختلفة تماما، نظرتي للحياة مختلفة تماما، نظرتي لنفسي مختلفة تماما، كل حاجة بتتغير. هل في فعلا حد في حياتك كده؟ ولو في حد فعلا في حياتك كده، فانت المفروض انت هتعمل ايه؟ ما تستنيش ما حدش يستنى مني يا جماعه اقول له انت المفروض هتعمل ايه. انا مش هقول لك انت المفروض تعمل ايه، لان انا مش المفروض اقول لحد المفروض يعمل ايه. يعني انا مش شايفه ده خالص. يعني انا شايفه ان كل واحد محتاج ان هو يشوف انسب حاجه ممكن يعملها في الكيس بتاعته ايه، لان انت
حياتك تختلف عن حياتي، انا اللي انا اقدر اعمله انت ممكن ما تقدرش تعمله، والعكس صحيح، انت ممكن تقدر تعمل حاجه بشجاعه اعلى مني انا ما اقدرش ان انا اعملها. فهل فعلا في حد كده في حياتك؟ المفروض بقى انت تعمل ايه لما انت تعرف حاجه زي كده؟ المفروض تحمي نفسك ازاي؟ يعني انت واصل لحد فين اصلا؟ يعني انت بقالك شوط كبير في العلاقه دي، بقالك سنين، بقالك شهور، بقالك اسابيع، الله اعلم انت بقالك قد ايه، انا ما اعرفش اي حاجه. ف كل واحد يا جماعه فاينلي بقى في الفيديو كده احنا بنختم بقى بنتوج هذه السلسله. كل واحد يخلي باله من نفسه، ومش معنى ان انت واعي ان انت ممكن ما تتأذيش او ممكن ما تأذيش، يعني كون ان انت واعي هي حاجة بتساعدك، يعني حاجة كده من ضمن الادوات، اداة من ضمن الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك علشان يعني تقلل فرص الإصابة، تقلل فرص الأذية، تقلل فرص ان انت تأذي حد او ان حد يأذيك. قبل ما اقفل الفيديو في حاجة حابة ان انا اقولها، ان انا هضيف في الديسكريبشن لينك بتاع تشانل واتساب. الشانل واتساب ديت هي بتتكلم على الاوتيزم، هي مش بتاعتي تمام، ولكن الشانل بتتكلم عن الاوتيزم، هي مخصصة للابهات والامهات اللي عندهم اطفال مصابين بالتوحد، بتعمل توعية، والمفروض ان هي بتساعدكم ان انتم تقللوا مشاعر العار تجاه ابنائكم. يعني ده شعور صعب جدا ان انتم تحسوا بالعار تجاه ابنكم اللي عنده اوتيزم، او تكونوا متضررين نفسيا ان المجتمع بيبص لهم كده. ديت مش مشكلتكم بصراحة، هي مشكلة المجتمع ان هو مش قادر يتفهم حاجة زي كده. فلو انتم فعلا كده او لو تعرفوا حد كده ابعتوله اللينك وادخلوه، بينزل زي يعني نوتس او معلومات عن على الصور، بيتم فيها توضيح المفروض نتعامل مع الاطفال دي ازاي، نساعدهم ازاي، نتقبلهم اكتر ازاي، ندمجهم ازاي اكتر في المجتمع وهكذا. الناس اللي عندهم فعلا ابناء في التوحد، الناس دي فعلا يا جماعه تعبانه جدا، محتاجين دعم يعني، ومش محتاجين ان احنا نبص لهم بصه وحشه يا جماعه، لان يعني انتوا ما حدش ضامن حاجه، انت ممكن في اي لحظه، ممكن في اي لحظه يعني حد يتجوز يخلف حد كده، فما حدش يا جماعه والنبي يعني، خليكوا لطاف كده ولذيذ يعني لو سمحتوا. بس كده. ثانك يو، واشوفكم بقى ان شاء الله السبت اللي جاي، لان انا خلاص كل كده ان شاء الله كل اسبوع كل سبت وكل تلات هنزل فيديو ان شاء الله. الساعه كام معرفش بس استنوني كل سبت وتلات. اوكي، that's it. Thank you. باي باي.